شبابنا الغاليين، شباب تالتة اعدادي، ازيكم؟ يا رب نكون بخير. وصلنا لاهم محطة عندنا. طبعا انا عارف ان انتوا تعبتوا كتير، شفتوا فيديوهات كتير، ورجعنا يونت 1 ويونت 2 ويونت 3 واكيوميليتيف وفاينل ريفيجن. وزي ما انتوا طلبتوا لما لنا مستر اهم اكتر اسئله بتيجي في الامتحانات. انا بطمنك الريفيجن دي مش هيخرج منها الامتحان باذن ربنا. ركز كده معايا وان شاء الله بهدوء، حتى لو ما كنتش تعرف الاسئله دي كلها، الاسئله دي هتخليك تقفل باذن ربنا. تابعنا، عندك اي سؤال ابعته لنا على الواتساب او اكتبه في الكومنتات واحنا معاك لحد باب اللجنه. يلا بينا، بعد ما تخلص عايزين درجاتك الحلوه تبعتها لنا عشان باذن ربنا يكون في تكريم ان شاء الله. يلا مع بعض نبدا نشوف اول سؤال. ركز بقى لان الريفيجن دي هتنقلك لو ما عندكش ولا معلومه هتشوف كل الاسئله النهارده. يلا، اول سؤال. المنظر ده اسمه اوردر بير والمنظر ده اوردر بير. لما تلاقي اوردر بير قد اوردر بير يبقى الفيرست ايكوالز الفيرست، والسكند، وانا بحب اخلي دايما ابدا بالقانون، ايكوالز السكند. تطلع الواي، البلس بيروح الناحيه الثانيه بالماينس تطلع الواي ب 8، والبلس بيروح الناحيه الثانيه، الماينس يروح الناحيه الثانيه بالبلس تطلع الاكس ب 9. خلي بالك ان مش شرط يطلب الاكس ومش شرط يطلب الواي، ساعات بيطلب البلس، ساعات بيطلب الماينس، ساعات بيطلب التايمز. هو هنا طالب مني روت اكس بلس 2 واي. طيب البصمجيه بس يقول لي كده الاول، طالما هنا بوزيتيف ما ينفعش دي. لو هنا في بوزيتيف ونيجاتيف كنت هختار دي على طول بوزيتيف ونيجاتيف، لكن خلي بالك هنا معناها ان الانسر هتطلع بوزيتيف. كمل معايا، حط مكان الاكس 9 2 تايمز دي ب 16 هتطلع بروت ال 25 5. اوكي، سؤال مشهور. تعال نشوف كمان فكره تاني مهمه جدا. طالما اوردر بير قد اوردر بير يبقى الفيرست ايكوالز الفيرست والسكند قد السكند. طالما اكس باور 3 ب 1 يبقى الاكس كيوب كروت 1 تطلع الاكس ب 1. خلي بالك ان لما تكون واي باور 2 او اي حاجه ايفن بنعمل بوزيتيف اور نيجاتيف، تطلع الواي ببوزيتيف اور نيجاتيف 2، يعني احتمال الواي يا اما ب 2 يا اما احتمال الواي بنيجاتيف 2. نقرا السؤال. قال لي الاكس اكبر من الواي، الاكس اكبر يبقى دي لا. ماشي، لا اللي انا عملته ده الاكس اكبر من الواي. طب هل ال1 اكبر من ال2؟ لا، كده الاكس اكبر فعلا منين؟ من الواي. هو عايز اكس واي، طالما عايز اكس واي يبقى هعمل 1 تايمز نيجاتيف 2 تطلع بنيجاتيف 2. سؤال حلو. لو كان قال لي الاكس اكبر فعشان كده يبقى دي الواي الصح، لو كان قال لي الواي اصغر كنت خدت دي. مش محدد كنت هعملها الاجابتين. تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال سهل يتحل بمجرد النظر. بيقول لي الاوردر بير، ما هو الاوردر بير بناخد الاولى من ست وبناخد الثانيه من ست مش ست، مش وقته، فوق لي. بيقول لي الاكس جوه الاي يبقى الاي الاول، الواي جوه البي يبقى البي الثاني، يبقى احنا بنعمل اصلا حاجه اسمها A كروس B. طب ليه مش ان؟ الان ده ما بيطلعش اوردر، الان ده بيطلع نمبر، لكن طالما اوردر يبقى يا دي يا دي، واللي جه في الاول الاي بعد كده اللي جه في الاول البي. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده طبعا دي اسئله سهله جدا، اي حاجه كروس الفاي بفاي قلناها في الفاينل ريفيجن. عايز اكس كروس واي قلناها في الفاينل ريفيجن، سيت اوف 2 تايمز سيت اوف 3. مش بتطلع سيت اوف 6 ومش بتطلع اوردر بير بس ومش بتطلع نمبر بس، لازم تطلع سيت اوف اوردر بير. سؤال حلو. اللي بعده اكس ده خلي بالك هو مش عايز اكس 2، هو عايز ان اكس 2 فتطلع نمبر، عشان كده دي لا، عباره عن ان اوف اكس تايمز ان اوف اكس. الاكس جواها اليمنت واحد، 1 تايمز 1 بتطلع الانسر ب 1. سؤال برضو حلو. 3 و4، ال3 بتتاخد من الاولى وال4 بتتاخد من الثانيه. تعالى، ال3 مش موجوده في الاكس يبقى انا هكتب في الاول واي، الفور مش موجوده في الاكس يبقى هكتب تاني واي، يبقى دي جايه من واي كروس واي، وكلمه واي كروس واي واي سكوير، وده سؤال حلو. طيب ان اوف اكس ب 2 ودي عايز ان اوف اكس كروس واي. خلي بالك ان اكس كروس واي دي عباره عن ان اوف اكس تايمز الان اوف واي. هو طيب مدي دي 2، لكن الواي هو عايزك انت تعدها. الواي جواها كام اليمنت؟ 2، يبقى 2 تايمز 2 هتطلع ب 4. اسئله جميله. يلا نشوف اللي بعده.
سؤال مشهور جه في كذا امتحان، لما اقول لك ان اوف اكس كروس واي ب 12 يعني ان اوف اكس تايمز ان اوف واي ب 12. يديك الاكس تجيب وايتها، يديك الواي وتجيب اكستها. انا مديك دي ب 3 وهنا 12. 3 تايمز كام؟ ب 12. طبعا لازم تكون بكام؟ ب 4. يبقى ان اوف واي ب 4. سؤال حلو. السؤال اللي بعده ان اكس 2 ب 4 يعني معناها ان اوف اكس ب 2 بس. مفيش حاجه اسمها ان اوف اكس يطلع بوزيتيف ونيجاتيف. لما بعد مفيش حاجه اسمها نيجاتيف. ان اوف اكس كروس واي دي يعني ان اوف اكس تايمز ان اوف واي ب 6. طالما الحلوه دي 6 ودي 2 يبقى ان اوف واي ب 3. بس الصايع هنا يعمل ايه؟ صايع بس على مين؟ مش على بابا. ها احنا ولادنا جامدين جدا. ان واي 2 يعني ان اوف واي تايمز ان اوف واي. ده سؤال خبيث. خبيث مش لازم نكتب خبيث. طيب ان اوف واي طالعه ب 3 يبقى هعمل 3 تايمز 3 تطلع بكام؟ تطلع ب 9 يمين وشمال عشان تشوف. طب اللي بعده ان اكس از نون ايميتي set يعني الاكس مش ست فاضيه. ان اوف اكس كروس واي ايكوال ان اوف اكس. طب ما تيجي نكتب الرول. هي مش ان اوف اكس كروس واي عباره عن ان اوف اكس تايمز ان اوف واي؟ مين النمبر اللي لما اعمله تايمز ان اوف اكس يطلع زي ما هو؟ اكيد 1. سؤال حلو. تاني بص كده تاني. يعني ايه مثلا؟ يعني لما اقول لك 3 تايمز كام تطلع ب 3 1. 4 تايمز كام تطلع ب 4 ب 1. فلما اقول لك هنا ده يطلع كام عشان يطلع اتسلف لازم يكون بكام؟ ب 1. تعال نشوف اللي بعده. 100 سؤال فيهم كل حاجه. حلو السؤال ده انه جالي دلوقتي. انت عارف ايه الفرق ما بين دي وما بين دي وما بين دي؟ كفايه. وما بين دي ابدا ابدا، لازم تعرف كل حاجه. دي حضرتك معناها 5 و6 و7. دي ال5 مش معانا يبقى 6 و7. دي ال7 اللي مش معانا يبقى 5 و7. هنا ولا ال5 5 و6. هنا ولا ال5 معانا ولا ال7 معانا، 6 بس. نقني بقى نشوف هو عايز انهي. هو عايز دي يبقى معناها الاكس ب 6. هو عايز الايه بكام؟ الايه بيلونج الاكس 2. طب حلو قوي. طب ما تيجي نجيب اكس 2. اكس 2 اصلا يعني اكس كروس اكس، يعني عباره عن سيت اوف 6 كروس سيت اوف 6 تطلع بسيت اوف 6 و6. طيب مين النمبر اللي جواها؟ هو ده الوحيد. ماشي. لكن طبعا هنا لا، دي لا، دي لا. فالنمبر الوحيد اللي جوه اكس 2 هو مين؟ الاوردر بير 6 و6. وده سؤال شديد شويه. طب تعال نشوف كمان سؤال. السؤال ده مشهور جدا، شفته في كذا امتحان. ال3 موجوده في اول ست، يبقى ال5 لازم تكون في تاني ست. مين في دول 5؟ اكيد الاكس هي اللي بكام؟ ب5. اوكي، برضه سؤال شفته في كذا امتحان. احنا مختارين لكم اكتر 100 سؤال موجودين في الامتحان. طبعا ده سؤال مهم جدا. الاكس كان اسمها الايه؟ الاكس كان اسمها الدومين. الواي كان اسمها الايه؟ الكودومين. الايمج اسمه ايه؟ الرينج. الاكس اسمها الدومين، الواي كان اسمها الكودومين، والرينج اللي هو اسمه الايمج. طب اللي بعده بيقول لي R is a relation والريليشن دي فانكشن. عايز الرينج. قلنا الرينج اللي انا بروح لهم في الاخر، يعني سيت اوف 3 وسيت اوف 5. لو لقيتها 5 و3 برضه صح. هو كاتبها يا جدع. طيب تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده R is a function. اول ما يقول لي function يبقى لازم مره ابدا بال2 ومره ابدا بال4 ومره ابدا بال5. انا فعلا بديت بال2، شكرا يا 2. انا مره بديت بال5، شكرا يا 5. يبقى لازم الايه غصب عني وعنك لازم الايه دي تكون 4 عشان تبقى فانكشن. يبقى ديت مره بال2، بديت مره بال5 ومريت مره بال4. عايز الايه؟ اخدت بالك انا سكت ثانيه؟ لازم ابص هو عايز ايه. عايز ايه بلس ايه، عايز ايه ماينس بي، عايز اي حاجه. لازم تقرا السؤال كويس. اقرا السؤال كويس. واحنا صنطاطين كان يقول لنا لازم تكتب السؤال. ماشي. بس طبعا احنا صنطاطين انت وقت كله تشوز، مش هتكتب سؤال تشوز. اكتب. شوف دي. تعال. ذا اوبوزيت فيجر عايز يعرف الرينج. طب ما تيجي نكتبها اصلا الريليشن. انا شايف البي رايحه للاي
وشايف السي برضه رايحه للاي، وشايف الاي رايحه لنفسها، وانت لسه قايل الرينج اللي في الاخر، يبقى سيت اوف ايه. اسئله جميله، في بارقام وفي حاجات منتال بتتحل على طول. يا مسهل اهو، وصلنا لحد 20. قال لي the opposite figure is the range. طبعا ده كده اسمه ارو دايجرام عن نمبر لاين زي اللي واخدينه في الفاينل ريفيجن. فاينل ريفيجن عندك فيها كل حاجه. طب عايزين نكتب الار الاول. تعال نبدا منين؟ نبدا من هنا. النيجاتيف 1 رايح للنيجاتيف 2، والنيجاتيف 2 رايحه للنيجاتيف 1. الزيرو رايح لنفسه، وال1 رايح للنيجاتيف 1. مين الرينج؟ ده وده وده وده، يعني نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 وزيرو، بس ما بنكررش النيجاتيف 1. ممكن تلاقيهم بالترتيب ده او ممكن بترتيب تاني. احنا عايزين 3 4 لا، 0 1 دي لا، ايوه هي دي. اوكي ماشي. يلا الايمج، ما انت قلت الاكس اسمها الدومين، الواي اسمها الكودومين، الايمج اللي هو الرينج. طيب اللي بعده الرينج سبست منين؟ الرينج سبست من الواي او من الكودومين، اللي يكتبه لك صح. الرينج سبست منين؟ من الواي او من الكودومين. تعال نشوف اللي بعده. يا عم سهل، وصلنا ل 20 خمس الفيديو. لا احنا مش هنفضل نفكر، احنا وصلنا لحد 20 وخلاص. طيب which of the following is polynomial؟ عشان تكون polynomial لازم ما يكونش فيها روت، ولازم ما يكونش فيها فراكشن. هي الحلوه دي ماشي. طب اللي بعده كلهم بولينوميال ما عدا مين؟ لازم ما يكونش فيها روت، مفيش روت. لازم ما يكونش فيها فراكشن. الفراكشن يعني الاكس تحت مش النمبر تحت، يبقى دي الوحيده اللي مش بولينوميال. لكن دي بولينوميال فيرست ديجري، بولينوميال زيرو ديجري، بولينوميال فيرست ديجري. الوحيده اللي غلط هي سي. بيسالني دي ايه ديجري؟ طبعا عشان اعرف هي انهي ديجري بدور على اكبر باور. اكبر باور 4 يبقى فورث ديجري. بس ساعات السؤال ده جه في القاهره كتير قوي قوي قوي، يقول لك دي ايه ديجري؟ اوعى تقول لي سكند ديجري غير بعد ما تخليها ان ذا سمبلست فورم. سيب الاكس سكوير، النيجاتيف بتغير الساين. باي 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 باي. اكبر باور 1 يبقى اسمها فيرست ديجري. سؤال مشهور وبيجي كتير. احنا النهارده بنحل الاسئله المشهوره. اللي بعده دي اسمها كوادراتيك فانكشن. خلي بالك دي اسمها كوادراتيك فانكشن. يعني ايه كلمه اف اوف 2؟ شيل الاكس وحط 2. وهنا يحضرني موقف. ايه هو اللي يحضرني؟ خلي بالك لو عملت باور 2 من غير براكت بتطلع غلط. لازم لما تيجي تعمل باور 2 الباور 2 من بره كده، لو نسيت البراكت هتطلع غلط. الحلوه دي 4 والحلوه دي 4 و4 و4 8. اللي بعده سؤال مشهور وحلينا عليه في الفاينل ريفيجن بالهبل. ايه هو؟ اول ما الاقي دي عباره عن اوردر بير اكس واي اسمها اف اوف اكس، يبقى دي الواي. طب فين الاكس والواي؟ دي حضرتك الواي عباره عن كي اكس بلس 8. اوعى تتلخبط وتقول لي الواي ب 2. الواي بتيجي في الاول بس بتتحط في الاخر هنا. يبقى الواي بزيرو، الاكس ب 2. انت علمتني بحب اكتبها 2 كي بلس 8 بزيرو، يعني 2 كي بنيجاتيف 8، يبقى الكي بنيجاتيف 4. اسئله حلوه جدا. يا حلو انت يا حلو، حلو للحلو. سؤال تاني مشهور جدا، طالما مدي اوردر بير الاولاني اكس والتاني واي. وخلي بالك قلنا في الفاينل ريفيجن ان دي اسمها الواي. شيل الواي وحط ايه، شيل الاكس وحط ايه. بنلم النمبر مع النمبر واللتر مع اللتر، طلع دي بره. يبقى نيجاتيف a ب 3 تطلع ال a بنيجاتيف 3. او ليها طريقه ثانيه، ممكن اكتبها 2a بلس 3 ب a. دخل ال a جوه، يبقى ال a برضه بنيجاتيف 3. تشتغل بأنهي حاجه واحده، بس انا بريحك. ايه ده جت 25 ما قلتش وصلت للربع صح؟ ماشي مش فكروني. طيب طبعا دي اسمها كونستانت فانكشن. اف اوف 1 ب 2، اف اوف 2 ب 2، اف اوف 3 ب 2، اف اوف اي حاجه ب 2. اي كونستانت فانكشن بتطلع نفسها. 2 minus 2 0. طب هنا دي برضو اسمها constant function. اي constant function f of 1 ب 3، f of 2 ب 3، f of 3 ب 3، اي حاجه constant function
بتطلع 8 solve 3 divided 3 equals 1. وصلنا لخمس. لا مش لخمس، لا اكتر. 3 يعني كمان 3 يبقى التلت. طيب بص نشوف دي. حلو ده. انتوا عارفين ان دي كونستانت فانكشن، لو طلب منك اف اوف اي حاجه هتطلع بنيجاتيف 7. يقول لك اف اوف عفريت، بلاش بدل ما تتلبسوا. يلا اللي بعده. قربنا نوصل للنص. طبعا اكيد السؤالين اللي هنا شبه بعض جدا. بيقول لي هنا ايه؟ بص كده، اول ما اخبط الاكس اكسس او اول ما اخبط الواي اكسس. 3 اسئله عشان دول بيجوا كتير جدا. يلا بينا تعالى نحل نمبر 31. الفانكشن اسمها f of x 5 وقال لي intersect الواي اكسس. اول ما اقول لك x اكسس يبقى الواي بزيرو، اول ما اقول لك الواي اكسس يبقى الاكس بكام؟ بزيرو. هو قال لي مين؟ قال لي الواي اكسس يبقى الاكس بزيرو. طب ما تيجي نحط الاكس، والنعمه دي كونستانت فانكشن تطلع على طول 5. سؤال حلو. بص بقى، سؤالين مهمين جدا 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 جدا. هتخش تقابل واحد منهم. تعال نبدا الاول ب 32. y equal to x minus 1. قال لي خبط الواي اكسس. طالما البوينت موجوده على الواي اكسس يبقى الاكس بزيرو. انا عايزك تجيب الواي. سبستيتيوت يا معلم. يبقى الاوردر بير 0 ونيجاتيف 1. نحل اخوه كده. قربنا نوصل للتلت. طيب ماشي. عارفين المراقب اللي بيكون واقف عليهم باقي نص الوقت راح، ربع الوقت راح، باقي اللي هو ده ماشي. بس انا المره دي لما بقول لك بقى انت بتتبسط. قربنا ناخد الاجازه، قربنا نخلص. نشوف دي برضو. الواي ايكوال اكس ماينس 1، بس المره دي قال لي كات الاكس اكسس يبقى الواي بزيرو. حط يا معلم الواي بزيرو، يبقى اكس ماينس 1 بزيرو وتطلع الاكس ب1. اوكي، سؤالين مشهورين جدا 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 جدا. حوار الفيرتكس. طبعا حضرتك الفيرتكس قلناها في الفاينل ريفيجن ليها اكس وليها واي، والاكس كان ليها رول. يا عينيا يا اللي ناس يروح اتفرج على الفاينل دي النهارده كده ماشي. الاكس كانت بتتجاب نيجاتيف بي اوف. هو في حاجه في المنهج اسمها فيرتكس وفي حاجه اسمها ايه وبي؟ اسكت تعالى افكرك. حضرتك اي كوادراتيك فانكشن اسمها اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي. اللي بيجي قبل الاكس سكوير اسمه ايه، اللي قبل الاكس اسمه بي، والفري ترم اسمه سي. تعال بقى نشوف الداهيه اللي عندنا دي. عندي فانكشن، اول حاجه تقول لي الاي بكام، البي بكام، السي بكام. الاي هو النمبر. على فكره الكلام ده مكمل معاك الترم الجاي ماشي. كده هتكون نسيت بس بقول لك يعني. النمبر اللي قبل الاكس سكوير اسمه ايه، النمبر اللي قبل البي اسمه، النمبر اللي قبل الاكس اسمه، بس ما تقوليش 4 بساين 2. طب انا عايز اجيب الفيرتكس. الفيرتكس ليها اكس وليها واي. عشان اجيب الاكس نيجاتيف بي اوفر 2 a. حط البي و2 a يعني تطلع فرق. خليك جدع بقى، خليك جدع. حط لي 1 بس ماشي. بصمجيه. طيب افرض كان حاطط اكتر من واحده فيها 1. شيل الاكس وحط مكانها 1 2. هتطلع طبعا ب 3 ماشي. طب خد المعلومه دي كمان. انت عارف ان انا لو جبت الفيرتكس 1 و3 يبقى دي اسمها الايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري، ودي اسمها الماكسيمم اور المينيمم بوينت. طيب تعال نشوف كمان سؤال، او خلي هنا عشان احنا ممكن بدل ما اكتبهم تاني كده انا وفرت وقت. يعني فاهمين قصدي؟ انا كده زودت وقت اصلا. يا مستر بسرعه، مستر احنا داخلين امتحان اصلا. معلش ما جاتش على دي بقى. طيب
عايزين هنا نجيب الاكسس اوف سيمتري. طلب الاكسس اوف سيمتري، طلب الفيرتكس، طلب الماكسيمم اور المينيمم. بنعمل ايه؟ هتعمل زي ما انا بعمل كده، تجيب الاي، تجيب البي، تجيب السي. الاي ب1، مفيش بي مفيش سي. ماشي؟ ولما اخلص هخليك تجيبها من غير ستيبس. طيب الاكس اصلا عباره عن نيجاتيف بي اوفر 2 اي، مفيش حاجه اسمها نيجاتيف زيرو، تطلع بزيرو، يبقى زيرو وحاجه. هجيب الواي ازاي؟ دي الفيرتكس، وطالما الفيرتكس 0 0 يبقى الاكسس اوف سيمتري الاولانيه. خدها صياعه، خدها صياعه. ماشي؟ طب اكس 0 ولا واي بزيرو؟ لا، انت بتاخد الاكس الاكسس اوف سيمتري بتاخد الاولى. طيب صياعه بقى، صياعه بقى، بلا بتاع بقى، بلا شرح بلا بتاع. رسمه الاكس سكوير عامله كده. ده اساسي ما بتتغيرش، وده منهج ثانيه ثانوي بس لو عديت السنه دي. طبعا انا ايه يا مستر، يا مستر كلمتين حلوين ابدا. دي رسمه الاكس سكوير دايما، ودي رسمه النيجاتيف اكس سكوير دايما. الفيرتكس 0 0، الفيرتكس دي 0 0. دي الايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري، ودي الايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري. دي اسمها ماكسيمم ودي اسمها مينيمم. وتعالى تعالى بالكحك، تعالى 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 تعالى، زيروهات كتير اهو. طلع ترند اهو، قلتش حاجه من عندي. دي رسم، هو بيسالني مين في دول. عايزين ايه؟ المفروض ايه؟ اديهم بوزيتيف انرجي؟ ما اديهمش بوزيتيف، اديهم بوزيتيف. قول لهم اديكوا كعك، هم عايزين حاجه تاني؟ كحك ولا بوزيتيف انرجي؟ كحك يا مستر. يلا تعال نشوف دي. بيسالني مين في دول رسمه دي. اسمع بقى الصياعه دي، قلت لك رسمه الاكس سكوير، يبقى مش دي. ودي قلت لك رسمه النيجاتيف اكس سكوير، يبقى مش دي. دي اصلا رسمه الكونستانت، يبقى هي اكيد الحلوه دي. طيب السؤال ده يعتبر اصعب سؤال موجود. تعالى كده نشوف. الفيرتكس هنا نيجاتيف 4 و0، وهو هنا لا ده سهل. ماشي؟ بيقول لي هنا لا، ولا هو مدي بوينت؟ ده مدي بوينت ايه. بص اسمع دي، السؤال ده الوحيد اللي فيه فكره. عندي بوينت ايه وعندي بوينت بي، الاكسس اوف سيمتري بيجي في النص. طب البوينت اللي في النص اتجاب ازاي؟ من غير كده نرفزه وهدي اعصابك. السؤال ده يتحل بالجيومتري. هو انا امتحاني بكره الجبرا ولا جيومتري؟ لا، هو انت امتحانك الجبرا، بس دي هتتحل بالجيومتري. كان عندنا حاجه اسمها الميد بوينت. الميد بوينت كانت بتتجاب ازاي؟ اكس بلس اكس او. مستر ايه اللي جاب الترعه جنب النيل؟ حضرتك ده سؤال ذكاء. فالبوينت اللي هنا بيعدي على النيجاتيف 2 0، يبقى الاكسس اوف سيمتري ات اكس بنيجاتيف 2. سؤال صعب. ماشي؟ مستر مش ترعه اللي جاب القلعه جنب النيل صح؟ مش مهم. الست دي كلها اماكن ما بنروحهاش. المهم هنا البوينت دي نيجاتيف 4 و0، والبوينت دي 0 و0. وبعدين البوينت اللي في النص ميد بوينت، اكس بلس اكس اوفر 2 واي بلس واي اوفر 2. يبقى دي الاكسس اوف سيمتري ات اكس بنيجاتيف 2. ده يعتبر اصعب سؤال. طبعا اصعب سؤال ده بيجي فين؟ في اي حاجه فيها ايه. منوفيه، شرقيه، دقهليه، ايه. ماشي؟ طيب لا عايزين نوصل ل 50 بقى. دخلنا بقى في يونت تانية خالص. طيب بص بقى، هي اسمها كام اكس؟ 7 اكس. حط هنا 7 عشان تطلع 7 اكس. اسمها كام واي؟ حط 3. ما ينفعش اجيب اكس تو واي غير لما تكون الاكس في سايد والواي في سايد وما بينهم ايكوالز. ما اقدرش اجيب دايركت ولا انفرس غير لما تكون الاكس في سايد والواي في سايد وما بينهم ايكوالز. طيب بص اهو، دول ما ينفعش تقول لي لا، لازم تطلع بره. اول ما الاي في حته والبي في حته اقدر اجيب اي تو بي. اسمها كام ايه؟ 5 اهي. اسمها كام بي؟ 4. فيش طريقه بصمجه؟ في طريقه بصمجه اهي. ده وده. ماشي؟ ايه يبقى 4 والبي 5. ماشي. هو عايز 4 تو 5 اللي هي 4 تو 5 لان دي ريشيو. نشوف اللي بعده. عشان اجيب الاي اوفر بي لازم تكون الاي في حته والبي في حته وما بينهم ايكوالز. وقلت لك المنهج كله فراكشن ايكوال فراكشن، بنعمل كروس مالتيبليكيشن. 2 تايمز اللي في وشها مش اللي جنبها مش اللي تحتها، 1 تايمز اللي في وشها. هو عايز A اوفر B، حط هنا 6 عشان لما اعمل تايمز تطلع 6A، وهنا
فيبقى 5 to 6. ممكن ما تلاقيهاش يكون كاتبها لك 50 over 60، يكون كاتبها 10 over 12. خلي بالك عشان نحط الامتحان ساعات بيكون مكر، ساعات بيكون خبيث. خبيث ولا جمعة؟ بايخة جدا، شيلوها من المونتاج. طيب هنا ده سؤال صعب. بص ركز معايا. انا في الاول اجيب اكس اوفر واي، هي اسمها كام اكس؟ 4 اكس واسمها 5 واي. هو مش عايز المره دي اكس اوفر واي، امال هو عايز ايه؟ 5 اكس و4 واي. تعال اعلمك. هي كانت مكتوبه اكس اوفر واي ب 5 اوفر 4 صح؟ هو عايز 5 واي. احنا في الاول هنشقلبها. يلا يا دي النيل. لا 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 لا، بديت تتعبني معاك. طالما اكس اوفر واي ب 5 اوفر 4 يبقى واي اوفر اكس. اكيد ما خلصش يعني. واي اوفر اكس ب 4 اوفر 5. بص بقى، هو مش عايزها واي، هو عايزها 5 واي عادي جدا. هتعمل هنا تايمز 5 يبقى تعمل هنا تايمز 5 كاني ما عملتش حاجه. طب هو عايزها 4 اكس، هعمل هنا تايمز 4 يبقى هعمل هنا تايمز 4. تطلع 20 اوفر 20 ب 1. مش لطيف. طيب انت عارف دي معناها ايه يا صديقي؟ اي حاجه عليها باور نيجاتيف 1 كانه هو عايز يشقلبها، يبقى هو عايز واي اوفر اكس. يعني كده بقى خبيث يعني. طيب عشان اجيب واي اوفر اكس، هي اسمها كام واي؟ 7 واي واسمها 2 اكس. اوكي، يبقى هنا 2 اوفر 7. فين اهي، قربنا نوصل لل 50. اللي بعده، اي فراكشن يدي زيرو يبقى اللي فوق بزيرو، قلنا في الفاينل. اي فراكشن يدي اندفايند يبقى اللي تحت بكام؟ بزيرو. تعال السؤالين دول حلوين قوي قوي قوي. يلا، اللي فوق بزيرو، وهنا طالما undefined يبقى اللي تحت بزيرو. طب وبعدين؟ ما انا عشان اجيب A to B او عشان اجيب B to A في الحالتين لازم تكون ال A في حته وال B في حته وما بينهم equals، فدي تطلع بره ودي تطلع بره. شوف بس عايز A to B ولا B to A عشان ما يتعبناش. بص انا حاسس B over A، B over A اسمها كام؟ B 7 7B اسمها كام؟ A 5. ال5 الوحشه دي وير اهي. انا حاسس ان حليت السؤال ده قبل كده. ماشي، نكرر السؤال ده. هنا 3 وهنا 2. السؤالين دول برضو مهمين قوي ها، وانا قاصد بحط لك الاثنين اللي شبه بعض مع بعض. قربنا نوصل للنص. عايز الفورس بروبورشنال فيرست سكند ثيرد فورس. طالما الفورس مش موجود هنحط سبيس. هنا 4 وهنا 8 وهنا 8. عشان اجيب الفورس هعمل 8 تايمز 8 اوفر 4 تطلع ب 16. طب بيقول لي دول بروبورشنال. عين يا باشا، الفيرست السكند الثيرد الفورث. عشان نجيب الاكس 3 تايمز 4 ديفايدد 6 تطلع ب 2. اوكي، برضو اسئله حلوه يا مسهل. عايزين بقى سلايد فيها 4 نوصل ل 50 بسرعه، فاهم؟ لا يعني كده هنثبت. طب دول برضو بروبورشنال يبقى 2 3 6. ده سؤال حلو. عشان اجيب الاكس ماينس 1 ما تعملش كروس مالتيبليكيشن. كروس مالتيبليكيشن لما تكون اكس فوق واكس تحت، لكن هنا اعمل 3 تايمز 6 ديفايدد باي 2. طالما اكس ماينس 1 ب 9 يبقى الاكس ب 10. طب اللي بعده نمبر 48. A B 2 3. ما عرفتكش كده وانت مش قلبها. انا مش عايز A to B، انا عايز B to A يبقى 3 to 2. بس ما وصلناش برضه. يلا بقى يلا بقى. ماشي، هل دي الاول عشان نوصل للنص بدري. طيب ماشي. بيقول لي هنا طالما بروبورشنال يبقى A x B to x. هو عايز A over B. عين يا باشا عين يا باشا. السؤال ده فيه فكره. مين اللي في وش الايه؟ بص يا باشا، هو كده متجوزها تفضل في وشه طول العمر.
ماشي، مين اللي في وش البي؟ الاكس. تفضل في وشها ان شاء الله يلف يمين وشمال، هي خلاص الاي في وشها 2 اكس والبي دايما يفضل في وشها اكس. شيل الاكس مع الاكس تطلع بهاف. دول كده جواز مسيحيين. ماشي، مفيش طلاق. ماشي، تعالى بقى نشوف دي. انا عايز اكس اوفر واي، ما اقدرش اجيب الاكس اوفر واي غير لما نجيب اكس سكوير اوفر واي سكوير. ماشي، وما اقدرش اجيب اكس سكوير اوفر واي سكوير غير لما تكون الاكس سكوير في حته والواي سكوير في حته. حط هنا 4، حط هنا 9. السؤال ده مشهور، شفته في كذا امتحان. يبقى عشان اجيب اكس اوفر واي بوزيتيف اور نيجاتيف روت 9 اوفر 4، يعني بوزيتيف اور نيجاتيف 3 اوفر 2. حلو، ده سؤال اهبل. بص بقى، احنا قلنا طالما بروبورشنال يبقى ايه اوفر، امسح عشان المكان او خليها غير اللون. طالما بروبورشنال يبقى ايه اوفر بي سي اوفر دي. يلا قلنا ايه البروبورشن ده؟ ايه في وش بعض دايما. الايه في وشه دي، تعالى كده، الايه في وشه دي والبي في وشه سي، صح؟ الايه في وش بي، لا الايه في وشه دي. الايه في وش سي، لا. طب هنا اي دي ايكوال بي سي. تفضل يلفها لك دايما الايه في وش الدي. تعالى نشوف اللي بعده. ده سؤال فيه فكره شويه. نمبر 52 عندنا النص. هو عايز ده. طب تعالى نشوف ايه اللي حصل من هنا لهنا. دي اتعمل لها تايمز 3 بقت 18 تايمز 6، الاكس بقت اكس سكوير يبقى تايمز اكس واي، يبقى دي كمان هيتعمل لها تايمز 6 اكس واي، تطلع 30 اكس واي سكوير. ماشي، لتر سي. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده A بلس B. السؤال ده برضو جديد، السلايد دي جديده يا جدعان. طالما ال A بقت A سكوير عملت لها تايمز A، يبقى دول كلهم يتعمل لهم تايمز A. A تايمز A سكوير، وهنا AB. لا مش دي. اوكي، نشوف اللي بعده، يلا بينا. عدينا النص. السؤال ده مشهور جدا 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 جدا، بينفعني هنا وبينفعني كمان في الفاريشن. بعد اذنك اي ايكويشن تجي لك تترتب من الباور الكبير للاقل. يعني ايه؟ هنا مكتوبه 4 اكس مستار، طب ما هنا في 2 باور 2. لا، انت بتمسك اللتر الاولاني. اللتر الاولاني طالما اسمه اكس سكوير تفضل الاكس. يعني هنا اكس سكوير يبقى ده وراها وده وراها. يا مستر ما انت كده مش مرتب. لا، بص على الاكس، اكس باور 2 اكس باور 1 مفيش. وبعدين ده عشان يبقى بيرفكت سكوير بكتب ايه؟ روت الفيرست روت الثيرد ساين الميدل. حاجه عليها باور 2 بزيرو يبقى الحاجه دي بزيرو. عشان اجيب اكس اوفر واي لازم تكون الاكس في حته والواي في حته من قلب يا حته، وفي النص بينهم ايكوالز. انا عايز اجيب اكس اوفر واي، حط هنا 2 وحط هنا 3 عشان تطلع 2 اكس و3 واي 3 اوفر 2. طيب، طبعا ده سؤال مشهور قوي. بيقول لي ايه؟ عندي سكوير وعندي كمان سكوير، واحد فيهم السايد ال، واحد فيهم السايد 2 ال. عايز اجيب اريا 1 تو اريا 2. طب ما هو الاريا عباره عن سايد تايمز سايد، عباره عن سايد تايمز سايد، تطلع 1 تو 4. وده سؤال اكيوميليتيف بس بيجي كتير. لسه حاطط لك اكيوميليتيف لا تقلق. عايز الثيرد بروبورشن، الحته دي خبيثه. المفروض ان انا عندي في بروبورشنال وفي كونتينوس بروبورشن. طالما اتنين بس، بصوا البروبورشنال بكتبهم A B C D R بروبورشنال. الكونتينوس A و B و C. طالما ثلاثه بس يبقى ده كونتينوس. طب انا دي هشتغلها بالراحه. هنا فيرست، هنا ميدل، وهنا ثيرد. هو عايز الثيرد عيني، يبقى هكتب 9 نيجاتيف 12 نيجاتيف 12. اقدر اجيب الثيرد طبعا، احسبوا لنا دي يا جماعه. عشان اجيب الثيرد اعمل نيجاتيف 12 تايمز نيجاتيف 12 اوفر 9، 16 تقريبا، صح؟ طيب
عايز الميدل بروبورشنال بتوين اي وسي. الميدل قلنا بوزيتيف اور نيجاتيف روت. ساعات تيجي يقول لك عايز البوزيتيف اخد روت اي سي بس، عايز النيجاتيف اخد النيجاتيف بس. طيب الاسئله دي يا جماعه كلها شفتها في امتحانات. ال6 is the positive proportional mean. المين بيتحط هنا وهنا between 2 و m. جت في الامتحان بس كانت هنا ايه؟ فاكرها؟ اقدر اجيب الام؟ طبعا 6 تايمز 6 اوفر 2 تطلع ب 18. اسئله مشهوره جدا. كويس عدينا اهو. عدينا. تعالى ايه الفرق ما بين دي ودي؟ حضرتك هنا ده لا الاثنين كونتينوال بروبورشن. طالما اي بي بي سي سي دي يبقى ده كونتينوال، اي بي بي سي يبقى ده برضه كونتينوال. لكن لو كان جه قال لك A اوفر B ايكوال C اوفر D ده البروبورشن. A اوفر B ايكوال B اوفر C ده الكونتينوال بروبورشن. هو عايز الايه؟ طيب انا علمتك السي تبقى 5 تايمز 2، علمتك البي 5 تايمز 2 باور 2، علمتك الايه 5 تايمز 2 باور 3. طيب شوف اللي بعده. عايز ايه اوفر دي؟ طب ما هي ده نفس السؤال ولا نغير ليترز؟ حلو، نطلع احنا اصيع منه بقى. الايه عندي والدي عندي. لا ده مغير الليتر يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه. ماشي مش مشكله، عادي اصلا عادي. طيب هنجيب السي دي تايمز 2، هنجيب البي دي تايمز 2 باور 2، هنجيب الاي دي تايمز 2 باور 3. 2 دي 4 دي 8 دي. اديله ادي. طب هو عايز A اوفر دي، الاي ب 8 دي. سؤال غريب من شكله. اوكي طيب يعني احب ابشرك انت لو وصلت هنا انت جامد جدا، انت جامد يعني. السؤال ده برضو اخدناه في الفاينل ريفيجن بس كان بروبورشنال، فانا قصدي احط لك واحده بروبورشن واحده كونتينوال عشان الاثنين بيكملوا بعض. الكونتينوال بنكتب ايه؟ 1 3 يبقى 3 6 بس. شكرا، هم مش مكمل. بيقول لي ايه بقى؟ ال1 وال3 وال6 يكونوا كونتينوال بروبورشن لو زودت عليهم نمبر. مين هو النمبر؟ حاضر، زود هنا اكس، زود هنا اكس، زود هنا اكس، زود هنا اكس. وطالما فراكشن ايكوال فراكشن بنعمل كروس مالتيبليكيشن. دول تايمز ودول تايمز. يلا بينا. 1 تايمز 6 6. طبعا دي حاجات اولى وثانيه اعدادي عارفك ناسي. بالراحه بقى. 1 تايمز 6، 1 تايمز اكس، ممكن اكتبه ممكن لا. 6 تايمز اكس، اكس تايمز اكس. قول كمان 3 تايمز 3، 3 تايمز اكس، اكس تايمز 3، اكس تايمز اكس. ده يمشي مع ده. هيتبقى عندي دول 7x ودول 6x، دول ب 6 ودول ب 7. لم اكساتك يا معلم والنمبر يروح الناحيه الثانيه تطلع الاكس 3. اوكي تعال نشوف اللي بعده. تعالى ماشي. بص هنا في معلومه بتقول لي ان لو عملت اللي فوق بلس واللي تحت بلس بيطلع حاجه اسمها 1 اوف ذا ريشيو. يعني ايه كلمه ال1 اوف ذا ريشيو؟ يعني ايكوال A اوفر B صح، او ايكوال C اوفر D صح، او ايكوال H اوفر M صح. مين بقى اللي موجود عشان ما بشوفش من قريب؟ دي لا. C اوفر H لا، هي المفروض C اوفر D. C اوفر A لا، يبقى هي اكيد الحلوه دي. اوكي طيب اللي بعده. ده سؤال تكويل. ماشي طيب نشوف دي. طب نشوف دي الاول. بيسالني لو عمل اكس دي برضو طويله. انا اللي اخترتك، انا كنت فاكرك طلعت اتاريك. طيب بيقول لي لو عملت اكس بلس واي بلس زد تعمل 2 بلس 3 بلس 5. دي لا، مفيش 10. طب ابدا دي يمكن تيجي في الاول. عملت اكس ماينس واي، ده ماينس ده يبقى 2 ماينس 3. يا ابن اللذينه. نمشي بالترتيب بقى. اكس انزل ال2،
عمل بلس اعمل بلس، 2y عمل فوق تايمز 2 اعمل تحت تايمز 2، ماينس زد يبقى ماينس 5. يا ابن اللذينه. ماشي. طيب نشوف اللي بعده. a over b equal c over d equal e over f equal 3/5. عايز a minus 2c plus e. ماشي. طبعا دي ليها اكتر من طريقه. ممكن اقول ال e ب 3 over 5 m والسي ب 3 والسي ايكوال 3 اوفر 5 دي والاي ب 3 اوفر 5 بي. دي طريقه، بس الطريقه الاسهل امشي معايا. ده سؤال صعب، قليل لما بقول على سؤال صعب. طيب طالما ايه يبقى انزل تحتيها البي، طالما 2c يبقى 2d، طالما e يبقى انزل تحتيها f. ماشي. طالما بي هتطلع هي ماشي. طالما بي، لا نحلها بالطريقه الاسهل طبعا. لا خد الاسهل. الاي ب 3 اوفر 5 اف، السي ب 3 اوفر 5 دي، الاي ب 3 اوفر 5 بي. دي اسهل. ما احنا بنتعلم الاسهل. يلا بينا. الاي ماينس 2 سي بلس اي والبي ماينس 2 دي بلس اف. تعالى كده نبدا نعمل سبستيوشن. الاي، لا انت كده مش هتشوف، تعالى كده هنا. الاي شيلها وحط مكانك 3 اوفر 5 بي ماينس 2. السي حط 3 اوفر 5 دي بلس الاي حط مكانك 3 اوفر 5 اف، وتحت بي مش موجوده سيبها بي، الدي سيبها دي، يبقى اللي تحت هتفضل زي ما هي. طبعا ده سؤال تقيل عليك شويه. لو انت واخد بالك ان ال 3 اوفر 5 متكرره، خد ال 3 اوفر 5 كومن، يتبقى بي ماينس 2 دي بلس اف. خدت من ده 3 اوفر 5 يتبقى اف، خدت من ده 3 اوفر 5 يتبقى 2 دي، خدت من ده 3 اوفر 5 يتبقى بي. ده سؤال شديد عليك، تطلع 3 اوفر 5. معلش. طيب تعالى نشوف ايه اللي بعده. خلاص معلش بقى، انا كده خلاص بقى سهله. طيب نرجع تاني للوان اوف ذا ريشيو. انا حاطط برضو على الوان اوف ذا ريشيو شويه حلوين. طالما هنا x over 5 equal y over 4 كتب فوق x بلس 2y. طيب طالما x انزل 5 بلس اعمل بلس، طالما 2y عمل دي تايمز 2 يبقى دي تايمز 2 8 يبقى تحت 13. طب اللي بعده. يا ابن اللذينه. ماشي. الشاشه ضلمت ولا انا بتهيألي؟ هي ماشي. طيب نشوف دي. a over b equal c over d equal e over f. عايز يعرف لو تحت 5f. طيب 5f. طيب دي يعني طبعا دي ليها اكتر من طريقه، هي اسهل هقولها بطريقه صعبه بعد كده اقولها بطريقه سهله. بص يا صديقي، طالما ايه يبقى فعلا ننزل دي، طالما 2c يبقى نزل تحت 2d، طالما 3e يبقى نزل تحت 3f. كل الكلام ده equal 1 of the ratio. يعني ايه 1 of the ratio؟ يعني الكلام ده equal a over b او equal c over d او equal e over f. بس هو عمل دي تايمز 5 فانا اعمل دي تايمز 5. قول بقى الطريقه السهله. الاف نزلت 5 يبقى الاي تنزل 5 اي. ما كمل اول، لا ما ينفعش، لازم. طب السؤال ده لما اجي اقول لك a over 2 equal b over 3 كنا بنحط m، البي تطلع ب 3m والاي تطلع ب 2m. انا عايز b يعني 3m minus a 2m، وهنا 3m بلس 2m تطلع m over 5m يعني 1 over 5. ده سؤال برضو مشهور. هانت. طبعا ده خلاص فاريشن. قلنا الدايركت فاريشن ملوش غير رسمتين، يا كده اهو يا كده اهو. كانت سهله بقى. مين في دول دايركت؟ عشان تكون دايركت الاكس تكون في حته والواي في حته وما بينهم ايكوال. لو الاكس والواي الاثنين فوق يبقى دايركت، لكن لو واحده فوق واحده تحت تبقى انفرس.
طب لو الاثنين تحت، طالما الاثنين فوق او الاثنين تحت تبقى دايركت، لكن واحده فوق واحده تحت انفرس. هو عايز الدايركت، دي انفرس، دي دايركت، الاثنين فوق. طب اللي بعده اثبت لك ان دول لا، دي تروح بالديفايدد في لا، ودي اساسا ايكويشن اوف ستريت لاين. مين في دول انفرس؟ عايزين الاكس فوق والواي تحت، دي دايركت، دي ايكويشن. اعمل كروس مالتيبليكيشن 7x equal 5y، دي دايركت. ابدا بالاكس 11 اوفر واي، يبقى دي انفرس عشان واحده فوق والثانيه تحت. وصلنا ل 70 كمان 5 يبقى وصلنا ل 3/4. نشوف دي. بيقول لي هنا y equal mx، طالما y equal mx يبقى دايركت. اوكي؟ هو مين في دول رونج؟ ماشي، خلي بالك مين في دول رونج. طالما الاكس فاريس مع الواي يبقى الواي فاريس مع الاكس، وطالما دايركت يبقى الاكس ايكوال كونستانت تايمز واي، دي برضو صح. يبقى الوحيده دي اللي هي تبقى انفرس. دي قلناها، ده جه قبل كده في امتحان حليته قريب. بص بقى السؤال ده، طالما واي يبقى ابدا بالواي، الاكس فوق والزد تحت، الاكس فوق والزد تحت بمنتهى السنبله. ده بص بقى، عشان اعرف دايركت ولا انفرس لازم يطلع x1 اوفر x2. لو طلع y1 اوفر y2 يبقى دي دايركت. طب لو طلع x1 اوفر x2 equal y2 اوفر y1 يبقى دي انفرس. فانا هعمل كروس مالتيبليكيشن، x1 y1 equal x2 y2. انا عايز اجيب، ابدا بالواي. بص، شايف الواي دي وشايف الاكس دي غتيته شويه عليك، الواي تروح بالديفايدد والاكس تروح بالديفايدد. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان y1 y2 x2 x1 ماشيه بالشقلوب يبقى انفرس. اوكي، تعال نشوف اللي بعده بقى 2 ويبقى ليه ما كنت عملت 2 مع بعض؟ طيب حلو، عايز الكونستانت اوف بروبورشن، يعني عايز الام. طالما واي فاريس مع الاكس يبقى الواي ايكوال ام اكس. عشان اجيب الام لازم اديك الواي واديك الاكس وادي 3 الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى الام الكونستانت اوف فاريشن ب 5 اوفر 3. فتحت. طيب الديسبرشن بيتقاس بالايه؟ الديسبرشن بيتقاس يا اما بالرينج يا اما الستاندرد ديفيجن. مين السمبلست؟ السمبلست الرينج، لكن الاكيورت بيبقى الستاندرد ديفيجن. تاني، ما هو الستاندرد ديفيجن سوري، الديسبرشن يا رينج يا ستاندرد ديفيجن. الرينج السمبلست لكن الستاندرد ديفيجن الاكيورت. طيب الديفرنس بين الجريتست والسمول ده الرينج. البوزيتيف سكوير روت الحاجه الوحيده اللي منهجنا سكوير روت دي سيجما ستاندرد ديفيجن. عايز المين حضرتك؟ المين الارثماتيك مين ده عباره عن الصم. طبعا ده 1 2 3 4 5 كام؟ 6. تسلم ايديك. يا ده دخلنا في ال80. عايز الرينج حضرتك. الرينج اصلا عباره عن اكبر واحد ماينس اصغر واحد. ده عشان ما بشوفش، دي الصغير. البيج 23 تطلع 8. مش شايف ال 8 ده. طيب ال 81 67 is the greatest وفي ميد الرينج. طب ما هو الرينج اصلا عباره عن البيج ماينس السمول. قال لي الرينج ب 27. عايز السمولست ومدي الجريتست. سهله جدا. بص هعمل ايه؟ دي بالنيجاتيف طلعها لي بالبوزيتيف، ودي بالبوزيتيف دخلها لي بالنيجاتيف. 40. مين اكتر نمبر بيتكرر؟ ده المود. الرينج البيج ماينس السمول. المين السم ديفايدد عددهم. الميديان النمبر اللي في النص. واتفرج على الفاينل ريفيجن، شرح اكزامبل على ده واكزامبل على ده واكزامبل على ده. هانت يا اولاد، هانت. مين السكندري
ريسورسز. طبعا احنا قلنا ان عندي حاجه اسمها برايمري ريسورسز زي الانترفيو وزي السيرفي، لكن السكندري ريسورسز الميديا والسنتر ايجنسي او الداتابيز. البيرسونال انترفيو لا ده برايمري، الكويستشنز لا ده برايمري، الابسورفنج ده ملوش دعوه، هو الداتابيز حاجه عندي قبل كده. مين برايمري ريسورسز؟ السنتر ايجنسي لا ده سكندري. داتا عندي قبل كده بريفيو ريد ده سكندري. كويستشنز وده برضو سكندري. طبعا الجزء ده اتفرج على يونت 3 لو مش مظبوط. طب المهم بيقول لي هنا ايه؟ selecting a symbol. عارفين السؤال بتاع البيضه لونها ايه؟ هو ده بالظبط. selecting a layer يبقى اسمه ايه؟ اسمه layer. ايوه بقى ايوه بقى. السم ديفايدد عددهم الارثماتيك مين. اسمه مين او اسمه ارثماتيك مين. مين في دول مور ديسبرشن. اوكي. هنجيب الرينج بيج ماينس سمول، هنجيب الرينج بيج ماينس سمول، هنجيب الرينج بيج ماينس سمول، هنجيب الرينج بيج ماينس سمول. ركزوا معايا بقى عشان انا ما بشوفش ارقام كتيره كده. اصغر نمبر هنا كام؟ 17. اكبر نمبر كام؟ 36. طيب اللي بعده اكبر نمبر 41، اصغر نمبر 26. مش شايف بجد. اكبر نمبر 43. ثواني عشان انا كده مبدلهم. اللي عملته ده سي. كان فاهم 41 و 26. بي بقى اكبر نمبر 43، اصغر نمبر 19. مش شايف صح ولا غلطان؟ انا شايف حاجه غلط؟ لو شايف حاجه غلط قولوا لي. عايز ايه؟ ماشي. اكبر نمبر 39، اصغر نمبر 5. طبعا واضح ان ده اكبر فرق، بس احسبوا لنا يا جماعه كده بسرعه، انا مش هحسب. انا ممكن اكمل تكون انتوا 19 كام؟ 24 15 كام؟ 34. طبعا ده اكبر حاجه ديسبرشن. هو عايز موست ولا مور؟ المور ديسبرشن يبقى ده. طيب الكومن ميجرمنت اوف ذا ديسبرشن موست اكيوريت. احنا قلنا الديسبرشن يا بالرينج السمبلست يا الستاندرد ديفيجن الاكيوريت. حلو السؤال ده قوي 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 قوي، بحب السؤالين دول. بيقول لي هنا ايه؟ لو كلهم جايبين نفس الدرجه يبقى الديسبرشن بزيرو، ولو الديسبرشن بزيرو يبقى الرينج بزيرو وسيجما بزيرو. هو اللي بعده. طالما كلهم جايبين نفس الدرجه يبقى الستاندرد ديفيجن بكام؟ بزيرو. وصلنا 90 سؤال. عارفين كاني بلم تبرعات ولا حاجه. ماشي. طيب بيقول لي هنا ايه؟ الرينج اوف 7 values is 0. الرينج بزيرو يبقى الستاندرد ديفيجن بزيرو. السؤال ده مشهور. عايز سيجما عباره عن سميشن x ماينس x بار اول باور 2 اوفر n. مديك ده 48 ومديك ده 12 روت 4 ب 2. اوعى تقول لي بوزيتيف اور نيجاتيف 2. 2 بس. يا رب اللي يذاكر يوصل لحد 93%. يلا بص دي ال 3 ده اوردر بير ما ينفعش، ال 3 اوبند ما تنفعش، ال 3 اوبند ما تنفعش. 3 هنا معايا. اوكي. فيبقى الليتر دي يا جماعه اكيوميليتيف. 2 7 كلوزد، شلت منهم ال 2 تبقى اوبن، شلت منهم 7 تبقى اوبن. انا عامل فيديو كامل اكيوميليتيف. احنا النهارده بس بنعمل ايه؟ بننشل على المهم اللي بيجي كتير. اوكي على سواعك. السؤال ده برضو بيجي كتير قوي. مين في دول جريتست نيجاتيف؟ انت عارف لما يكون عندي نيجاتيف، بيقول لي هنا سوري اكس از نيجاتيف، مين في دول جريتست نمبر؟ انت عارف لما اعمل نمبر تايمز، لما اعمل نمبر بوزيتيف تايمز نيجاتيف يفضل نيجاتيف. لكن لما تعال اقول لك على حاجه، لو عملت مثلا نمبر نيجاتيف، لو عملته تايمز 2 يفضل نيجاتيف تاني. طب لو عملته بلس 2 يفضل نيجاتيف. طب لو عملته بقى 2 ماينس حاجه نيجاتيف يطلع ببوزيتيف. طب لو عملته تايمز حاجه نيجاتيف بيبقى بوزيتيف. فهو خلي بالك ايه اللي هيحصل هنا. طب اكس ده نيجاتيف،
لازم ده لما اعمله تايمز نيجاتيف يفضل نيجاتيف، ديفايدد حاجه نيجاتيف يفضل نيجاتيف، ده اكبر حاجه، عشان لما اعمل 5 ماينس حاجه نيجاتيف تطلع بايه؟ بلس. سؤال اكيوميليتيف، سؤال اكيوميليتيف برضه خبيث، فخلي بالك. فدي الصح، ده اكبر فاليو فيهم، لان ده هيطلع نيجاتيف وده هيطلع نيجاتيف. طبعا ده ولا ده؟ اكيد ده اكبر عشان ماينس ماينس. 95 يا رب تجيب فوق ال 95 يا رب. ده قلناه في بص، اي اود او اي ايفن كل مره بزود 2. طالما اف يبقى النكست اف بلس 2. يا رب يكمل الفيديو يوصل لحد هنا. هاف 2 باور 10، كلمة هاف تايمز 2 باور 10 يعني 2 باور 10 ديفايدد 2، وفي الديفايدد بنعمل باور ماينس. لا 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 لا، هنا 2 باور صح. انا ناقل غلط، انا ناقل غلط، انا ناقل غلط، انا ناقل غلط. نقوله تاني. كلمة هاف نشرحها بطريقة تانية، يعني ديفايدد باي 2. في الديفايدد بنعمل باور ماينس. عندك فيديو كامل اكيوميليتيف. يا 97 97 98 98. كان في نكتة مش وقته صح؟ بكتبها لكم في الكومنتات. مش هقولها مش هقولها. طيب بيقول لي هنا حاجة باور 0 ايكوال 1. انتوا عارفين ان اي نمبر باور 0 ب 1، اي نمبر باور 0 ب 1، اي نمبر باور 0 ب 1 ما عدا 0 باور 0 undefined. فلما يقول لك الاكس تكون بكام؟ الاكس تنفع كل الارقام ما عدا لو حطيت ده بزيرو، يبقى كل النمبرز ما عدا 3. تاني، حط الاكس باي حاجه هتطلع بزيرو، بس ما ينفعش تطلع بزيرو، فما ينفعش احط الاكس ب 3، يبقى ار اكسبت 3. ياه ياه. عشان ما نوصلش لل 100. لو جات لك كده كنا بنعمل اد للباور، لكن لما اقول لك 3 باور اكس وكمان 3 باور اكس وكمان 3 باور اكس، يعني 3 باور اكس 3 مرات. 3 دقائق. بنعمل تايمز 3. اوكي ماشي. وعندك سؤال اكيوميليتيف فيه كذا واحده. تعال نشوف اللي بعده. لا مش عاجبني، انا هقلب على طول. بص ده طبعا ده هنا لما يقول لك اكس سكوير ماينس واي سكوير، ده كنا بنعمل 2 براكت، اكس واكس وواي وواي، واحده بلس والثانيه ماينس. اديك 2 ترد عليا بالثالثه. دي 5 ودي 1 اوفر 5، يبقى برودكت دول 1. wish you luck. ربنا معاكم، اشوفكم احسن ناس في الدنيا. ما تنساش مس من غير حل زي حموم من غير بل. باي باي، ربنا معاكم، ونجيب درجات كويسه. ما تنسوش تبعتوا لنا درجاتكم عشان نعمل لكم حفله تكريم حلو.